السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر عمر خالد، والنهارده ان شاء الله هناخد ايه؟ هناخد عزم الازدواج المؤثر على ملف، فيلا بينا. النهارده زي ما قلنا ان شاء الله هنبدأ عزم الازدواج. يعني ايه عزم؟ لو فيكم حد علم رياضة المفروض عارف ان هو لو عنده سطح كده مستوى افقي بيتأثر بقوتين، قوة اف لأعلى وقوة اف لأسفل. القوتين دول قد بعض، في ما بينهم بعد عمودي، فكان عزم الازدواج بيساوي ايه؟ حاصل ضرب احدى القوتين في البعد العمودي بينهما. ده اللي هو مين؟ العزم عموما. طب احنا النهارده هندرس ايه؟ وهنرجع للقانون ده تاني. هندرس عزم الازدواج المؤثر على ملف. عزم الازدواج اسمه بالانجليزي تورك، وبدايته حرف التي، بس للاسف انت عندك التي محجوزه للتايم، سواء تي كابيتال للبرودكت تايم الزمن الدوري، او تي سمول للتايم اللي هو التوتال تايم الزمن الكلي. طب هنعمل ايه؟ هنرجع لرمز لاتيني اللي هو مين؟ اللي هو التاو. ده اسمه ايه الرمز ده يا مستر؟ اسمه التاو. افتكروا البرس تاو، تاو تاو، اي حاجه، المهم تفتكر الرمز ده اسمه ايه؟ تاو. ده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن عزم الازدواج. حلو، احنا العزم قلنا بنحسبه ازاي؟ قلنا والله العزم هيساوي، لو انا عندي كده سطح افقي بيأثر عليه قوتين، واحدة الأعلى اف واحدة الأسفل اف، القوتين متساويتين، في ما بينهم بعد عمودي اللي هو الدي، فعزم الازدواج هيساوي حاصل ضرب إحدى القوتين في البعد العمودي بينهم. لو سألتني عن الوحدة هي نيوتن في متر. نيوتن وحدة قياس القوة، المتر وحدة قياس الإزاحة. مستر نيوتن في متر احنا شفناها قبل كده، نيوتن في متر اللي هي تكافئ الجول، فهنا هتكافئ الجول. لا، ليه؟ بص يا سيدي، عزم الازدواج كمية متجهة، والجول هو وحدة قياس الطاقة أو الشغل، والاتنين كانوا كميتين قياسيتين. فقال لك لا، مش هينفع عزم الازدواج كمية متجهة والطاقة كمية قياسية، فمش هينفع الاتنين ياخدوا نفس الوحدة. فخلاص هنا الوحدة هتبقى نيوتن في متر عشان كمية متجهة، والطاقة وحدتها جول. جول بيكافئ نيوتن في متر، بس لا، هنا مش هينفع اقول جول، هنا الوحدة نيوتن في متر. تمام؟ هو عزم الازدواج ايه اصلا؟ هو مقدار الطاقة اللي انا هحتاجها عشان الملف هيدور. اصل الملف لما يتأثر بقوتين بالشكل ده هيبدأ ايه اللي يحصل له؟ الملف في الحالة دي هيبدأ ايه؟ هيبدأ يدور نتيجة تأثره بمين؟ بالقوتين. هيدور مع مين؟ هيدور على حسب اتجاه القوة، فالملف في الحالة بتاعتنا هيدور في الاتجاه ده. جميل؟ هيدور كده. طب عزم الازدواج اللي هيأثر على ملف، لو انا عندي ملف هيكون عامل ازاي؟ تعال نبص هنا. هجيب هنا قطبين مغناطيسيين متماثلين. مستر انت راسم المغناطيسين كده او قطبين ليه كده؟ هنا ده شكل ثلاثي الابعاد يا جماعه، فعشان ارسمهم لك قصاد بعض، ده قصاد ده، الاثنين قصاد بعض، واحد وشه لبره والتاني وشه لجوه. تمام؟ هنفرض ان ده وليكن قطب شمالي وده قطب جنوبي. حط ما بينهم ملف مستطيل، خلينا بالشكل ده احسن. تمام؟ الملف ده مستطيل هسميه A B C D. الملف ده موضوع بحيث ان هو يكون موازي للمجال. مستر لا، هو شكله كده مش موازي. يا عم والله موازي، بس هنا تاني ده شكل ثلاثي الابعاد، فانا رسمه معوج عشان يبان على حضرتك. تمام؟ موضوع بحيث يكون موازي للمجال الملف نفسه، لكن الضلع BA
والضلع بي سي عموديين على المجال. ازاي؟ اتفقت معاك قبل كده ان المجال المغناطيسي بيتحرك من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، فهتبدأ خطوط الفيد تتحرك من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي، وزي ما قلت لك هتكون عمودية على السلكين دول. مستر مش باينه معايا عموديه؟ يا عم والله انا اللي راسمها معوجه عشان تاني ده سطح ثنائي الابعاد. هنفرض ان اتجاه التيار بيمر عندي في الملف ده من A ل B ومن B ل C ومن C الى D. جميل. تعالوا نبص. لو بصيت السلك BC او السلك AB ده موضوع داخل مجال مغناطيسي وبيمر فيه تيار فهيتأثر بقوة مغناطيسية. تعال نحدد اتجاهها باستخدام قاعدة فليمنج لليد اليسرى. قوة مجال تيار، فالمجال ماشي من الشمالي للجنوبي، التيار الأعلى، فالقوة هتكون فين؟ القوة هتكون لداخل الصفحة، فهتكون كده للداخل. طب هنا السلك ده المجال ماشي من الشمالي للجنوبي، السلك سي دي، والتيار الى اسفل، فالقوه هتكون لفين؟ لخارج الصفحه، يعني طالعه كده. يعني هنا ده بص، ده هنا قلنا ده للداخل، فهنا التيار القوه هتكون كده للداخل. تمام؟ والقوه الثانيه هتكون للخارج كده. جميل. فهنا الملف بيتأثر بقوة هنا للداخل وهنا للخارج. الأدق الرسم هتكون كده كده اهو. تمام؟ فقوة هنا للداخل وهنا للخارج، فالملف هيبدأ ايه؟ يدور نتيجة ان هو بيتأثر بعزم ازدواج. قلنا عزم الازدواج اللي هو مين بقى على جنب؟ تعالى تاو بتساوي حاصل ضرب احدى القوتين. القوة هنا جاية منين؟ من قوة مغناطيسية اللي هي بتساوي بي اي ال. الاي ال يا اما طول السلك اي بي يا طول السلك سي دي، فخليه طول السلك اي بي. في البعد العمودي من القوتين اللي هو مين؟ اللي هو يعتبر عرض الملف. بعد العمودي بين القوتين اللي هو في نفس الوقت عرض الملف، اللي هو هيكون طول السلك وليكن بي سي. هنا ده طول وعرض. طول في عرض يديني ايه؟ بالظبط طول في عرض يديني مساحة، فهمسح الطول في العرض وازود مكانهم مين؟ الايه اللي هي المساحة. لاحظنا ان كل ما ازود عدد اللفات هيزداد عزم الازدواج، هيزداد الطاقة الناتجة، لان هنا هيتولد قوة اكتر، فبالتالي عزم الازدواج لقيناها تاو بتساوي بيان. بتساوي ايه؟ بيان. امتى كانت بتساوي بيان؟ لما كان الملف موازي للمجال. لما كان الملف ماله موازي للمجال كان عزم الازدواج التاو بيساوي ايه؟ بيان. طب ايه المشكلة؟ ما هيفضل دايما بيان؟ لا، هيتغير. ازاي؟ ثانية واحدة. هنفرض ان ده الملف وده المجال. المجال في الحالة دي لما كان موازي للملف كان مع الضلع ده المجال ماله عمودي عليه، فالقوة عليه أكبر ما يمكن. طب لما يوصل من الموازي للعمودي السلك ده المجال برضو عامل زاوية مع كام؟ 90، فالقوة عليه أكبر ما يمكن، فاتجاه التيار ما اتغيرش واتجاه القوة ما اتغيرش، فالقوة كمان اتجاهها هيفضل ثابت وقيمتها ثابتة. فأنا هنا الملف عندي اتأثر بكام قوة؟ قوتين، قوة لأعلى اهي وقوة لأسفل. كان البعد العمودي ما بينهم مين؟ في الحالة دي البعد العمودي ما بينهم طول الملف أو عرض الملف. طب ما الملف يبدأ يدور، الملف يبدأ يدور هيبدأ البعد العمودي بينهم يتغير، صح؟ البعد العمودي بينهم هيبدأ تاني ايه اللي يحصل له؟ يتغير. حلو. البعد العمودي كان الأول عرض الملف. طب في الحالة دي هل في بعد عمودي؟ بص عليه دي، هل في بعد عمودي؟ شايف القلم؟ لا، القوتين على خط ايه؟ واحد، فبالتالي البعد العمودي منهم بكام؟ البعد العمودي منهم بصفر. فلما ارجع للقانون بتاعي اللي هو التاو بتساوي اف في البعد العمودي، ساعتها البعد العمودي هيكون بكام؟
بالظبط البعد العمودي هيكون بصفر. ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، تعال نرسم هنا منظر جانبي للايه؟ للشكل ده، يعني كأننا نرسمه من هنا من الجنب. بص، فانت عندك هنا قطبين المغناطيس. تعال رسم سريع. تعال نرسم هنا زي ما قلت لك قطبين الايه؟ المغناطيس، رسمه سريعه كده وهتفهم معايا كل حاجه. ده القطب الشمالي وده القطب الجنوبي، وادي الملف. قلنا هتبقى فيه قوه لاعلى او لاسفل او قوه للداخل والخارج بالشكل ده، احنا بصينا له من الجنب. فهنا البعد العمودي هو مين؟ العرض. لما كان الملف ماله؟ موازي للمجال. فالملف مش هيفضل ثابت، هيدور يصبح بالشكل ده. ده الشمالي تاني وده الجنوبي. الملف هيدور بيوصل هنا. فالقوتين اتجاههم زي ما هو، واحدة لأعلى واحدة لأسفل. هل كده في بعد عمودي؟ الإجابة لا. البعد العمودي هنا بكام؟ بصفر. هنا البعد العمودي كان عرض الملف، فأصبح في الحالة دي عزم الازدواج بكام؟ بصفر، لأن البعد العمودي بين القوتين بصفر. طب إمتى ده حصل؟ لما كان الملف ماله؟ عمودي على خطوط الفيض. لما الملف كان عمودي على خطوط الفيض عزم الازدواج كان بكام؟ بصفر. طب لما الملف كان موازي لخطوط الفيض، لا، كان عزم الازدواج اللي هو ايه؟ التاو بيساوي ايه؟ كان بيساوي، راحت فين؟ لا اله الا الله، ثانية واحدة. كان بيساوي بيان. يبقى لما كان الملف موازي للمجال كان عزم الازدواج بكام؟ ببيان، اللي هو بي اي ان، بيكون قيمة عظمى. طب لو الملف اصبح عمودي على المجال، ساعتها عزم الازدواج هيساوي كام؟ صفر. يبقى عزم الازدواج قيمة عظمى بيان لو الملف موازي، بصفر لو الملف عمودي على المجال. طب مستر ده بيرجع لايه؟ ده بيرجع لتغير البعد العمودي اثناء دوران الملف. طب هل القانون هيفضل كده؟ الاجابه لا. ورجعنا بعد ما صلحنا ايه؟ الشاشه، الحمد لله. قلنا بقى ايه؟ لما يكون الملف عمودي على المجال عزم الازدواج بصفر. طب لما يكون الملف موازي للمجال عزم الازدواج التاو هيساوي ايه؟ بيان بي اي اي ان. بنقول ان هنا التاو قيمه ايه؟ عظمى، ماكسيمم. جميل. طب لو في زاويه بين المجال والملف، هل عزم الازدواج هيفضل زي ما هو؟ الاجابه لا. ساعتها التاو هتساوي بيان وفي ايه؟ ساين سيتا. وخلي بالك مين سيتا؟ سيتا ليها 4 اسامي. اول اسم سيتا، وده اهمهم والاكتر واحد فيهم بيجي في المسائل، هي الزاوية بين المجال والعمودي على الملف. يعني ايه الكلام ده؟ نرجع شوية بقى. لو جينا رسمنا العمودي على الملف، عايزين نرسمه، ده العمودي على الملف، ده العمودي على الملف. حلو. بص هنا المجال قلنا بيتحرك منين؟ من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، فعامل زاوية مع العمودي زاوية كام؟ 90. امتى؟ لما كان الملف موازي لخطوط الفيض. فانت عندك سيتا اللي هتعوض بيها في القانون بكام؟ ب 90. ساين 90 بواحد، فساعتها ده هيخلي لك عزم الازدواج ايه؟ بيساوي بيان. طب لو الملف بدأ يدور، بمعنى انا هنا دلوقتي عندي الملف بتاعي ما فضلش زي ما هو، بمعنى انا عندي قطبين مغناطيس اهو، قطب شمالي
وقطب جنوبي، وعندي الملف بتاعي بدأ يدور. المجال فين العمودي على الملف؟ اهو العمودي على الملف هيبقى بالشكل ده. تمام ماشي، تعال نسيبه كده. ده العمودي على الملف. طب هل الزاوية بينهم هتفضل 90؟ الإجابة لأ. بمعنى تعال نمد خط تاني. المجال قلنا هيمشي من الشمالي للجنوبي. جميل جميل. فلو حلو ده، استنى. بص يا سيدي، أنا قلت لك مين سيتا؟ الزاوية بين المجال والعمودي على الملف، يعني هي الزاوية دي سيتا. فلو جيت قلت لك إن الزاوية ما بين المجال والملف ب30، سيتا دي في الحالة دي بكام؟ ببقية ال90 اللي هي كام؟ 60. تاني أنا عايز الزاوية بين مين؟ بين المجال والعمودي على الملف. فين المجال اهو، فين العمودي على الملف اهو، انا عايز سيتا اللي في النص. فهنا دلوقتي لو المجال والملف عاملين زاوية 30، سيتا دي هتكون بكام؟ ب60. طب تعالى تاني، لو قلت لك ان الزاوية بين المجال والملف ب40، سيتا بتاعتك هتكون بكام؟ ب50. يعني من الاخر بتعمل ايه؟ بتجيب زاوية الملف والمجال وتطرحهم من كام؟ من 90. طب لو جيت قلت لك اذا كانت الزاوية بين المجال والعمودي على الملف ب40، يبقى السيتا بتاعتك بكام؟ ب40. يبقى ايه السيتا؟ هي الزاوية بين المجال والعمودي على الملف. هيجي يقول لك الزاوية بين المجال والملف ب70، يبقى السيتا عندك في القانون بكام؟ ب20. بطرح من 90. طب لو قال لك لا زاوية العمودي جاهزة، هي دي اللي هتستخدمها. تمام؟ سيتا لها اسم تاني، هي الزاوية بين الملف والعمودي على المجال، يعني العكس، بس هي مين؟ نفس الزاوية. ليها اسم كمان، سيتا هي زاوية دوران الملف من الوضع العمودي. بمعنى لو كان زي كده الملف عمودي على المجال، الملف عمودي على المجال، الزاوية هنا بينهم كام؟ الزاوية كده بين المجال والملف ب90، لكن الزاوية ما بين المجال والعمودي على الملف بكام؟ بصفر. الاتنين متوازيين، المجال والعمودي على الملف. طب لو الملف بدأ يدور من الوضع العمودي، دار مثلا بزاوية 30، فساعتها الزاوية بين المجال والعمودي على الملف هتكون بكام؟ ب30. طب الملف دار من العمودي 40 درجة، فسيتا هتكون بكام؟ ب40 درجة. يبقى سيتا اسمها ايه؟ زاوية دوران الملف من الوضع العمودي. أو ليها اسم كمان، هي الزاوية بين خط عمل القوة والملف دي. يبقى سيتا ليها 4 أسامي: الزاوية بين المجال والعمودي على الملف، الزاوية بين الملف والعمودي على المجال، زاوية دوران الملف من الوضع العمودي، الزاوية بين القوة ومين؟ والملف. لحد كده في اعتراض؟ يبقى تاو بتساوي ايه؟ بيان ساين سيتا بتكون قيمة عظمى لو الملف موازي للمجال، صفر لو الملف عمودي على المجال. طب امتى تكون نص القيمة العظمى؟ نص القيمة العظمى والله يا مستر لما سيتا دي تكون بكام؟ ايوه سيتا ب30. تعال مع ساين الزاوية، يبقى ساعتها الملف هيصنع مع المجال زاوية كام؟ ايوه هيصنع مش زاوية 30 بقى، يصنع زاوية ايه؟ 60. يبقى لو الملف بيصنع مع المجال زاوية 60 او 60 درجة، ساعتها الزاوية بين المجال والعمودي على الملف ب30، يعني عزم الازدواج نص القيمة الايه؟ العظمى، زي ما هنشوف في المسائل. يبقى هنا لو حبينا نلخص الدنيا بتاعتنا، هنا عزم الازدواج بتاعي تاو بيساوي بيان
ساين سيتا بتكون عزم الازدواج بصفر لو الملف عمودي، بيكون قيمة عظمى ماكسيمم اللي هو بيساوي بيان بس لو الملف موازي للمجال، او هيكون التاو بتساوي نص القيمة العظمى لو ساعتها الملف يصنع زاوية كام؟ 60، يعني سيتا بكام؟ ب30. تمام؟ ده بالنسبة لعزم الايه؟ الازدواج. هنا عزم الازدواج الوحدة بتاعته نيوتن في متر، حد اتجاهه بناء على اتجاه القوة باستخدام قاعدة فليمنج اليد اليسرى. بعد عزم الازدواج بنيجي على حاجة اسمها عزم ثنائي القطب. رمزه ام دي. من السهم اللي انا رسمه عليه هو كمية متجهة. بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن قوة المغناطيس الذي يصنعه الملف. بمعنى انا لو عندي ملف بيمر فيه تيار كهربي، ده هينشأ عنه مجال مغناطيسي، والملف بيكون ليه اقطاب، فبالتالي ملف ليه اقطاب وليه مجال مغناطيسي، فهو اصبح مغناطيس. انا عايز اعرف قوة المغناطيس ده، عايز اعبر او كمية تعبر عن قوة المغناطيس ده، مش قوة المجال زي كثافة الفيل، لا، قوة المغناطيس نفسه. فهو هستخدم عزم ثنائي القطب. رمز عزم ثنائي القطب ام دي. احسبها ازاي؟ والله قال لك ان عزم ثنائي القطب ام دي هيساوي قسمة عزم الازدواج على بي ساين سيتا. تعال نفك التاو. هفكها ليه؟ لبيان ساين سيتا على بي ساين سيتا. من هنا وبكل هدوء البي هتروح مع البي، والساين سيتا هتروح مع الساين سيتا. يبقى لك ان عزم الازدواج بيساوي ايه؟ ايان. انا يا اما والله من اللي بيحصل فيا اي اي ان، وده القانون اللي هستخدمه لحساب عزم ثنائي القطب. بالتالي لو عايز اطلع له وحده، عزم ثنائي القطب هيساوي ايه؟ وحده شده التيار امبير، وحده المساحه متر مربع، يبقى هي امبير في متر مربع وليس لكل متر مربع، لكل دي لما تكون اسمها. طب عدد اللفات، لا، عدد اللفات ملوش وحده، فهي الوحده هنا امبير لكل متر مربع. تعال نشوف العوامل المؤثره. عزم ثنائي القطب بيتوقف على 3 عوامل مالهمش رابع. اول حاجه عزم ثنائي القطب علاقته مع شده التيار هي علاقه طرديه وطرديه مباشره. بزياده شده التيار للضعف بيزداد عزم ثنائي القطب للضعف، وهكذا. لقينا برضو ان علاقته طرديه مع مساحه المقطع. بزياده مساحه مقطع الملف، كل ما نخلي الملف اكبر كل ما يكون قوه المغناطيس اكبر. وكمان لان علاقته طرديه مع عدد اللفات، فعزم ثنائي القطب بيتوقف على عدد اللفات، شده التيار، مساحه الملف، وطردي مع ال3. مستر يبقى هنا عكسي مع البي والساين سيتا. الاجابه لا، عزم ثنائي القطب لا يتاثر ب كثافه الفيض او ساين الزاويه، يعني قيمته ثابته مهما يتغير قيمه كثافه الفيض اللي هو محطوط فيه، مهما كان المجال المغناطيسي المحيط بيه قوته ايه، عزم ثنائي القطب ايه؟ ثابت، مش هيتغير. ولا بيتاثر بكثافه الفيض ولا الزاويه. طب يا مستر هنا ده كميه قياسيه ولا كميه متجهه؟ لا، كميه متجهه. طب عايزين نحدد اتجاهه.
بنحدد اتجاهه باستخدام قاعدة أمبير لليد اليمنى العكسية. تاني عشان سمعت السؤال الكلمة المتخلفة دي، يبقى هنستخدم ايدينا الشمال. يا عم والله العظيم ورحمة خالي حسن اللي بحلف بكذب. أمبير العكسية قلنا التيار صوابعي دي هتشاور لاتجاه التيار، والإبهام يحدد اتجاه خطوط الفيض. هنا لا، هيحدد اتجاه عزم ثنائي القطب، مع ان عزم ثنائي القطب والمجال الاتنين في اتجاه واحد. فهنا هنجيب مثلا ملف وليكن شكله مستطيل، همشي التيار في هذا الاتجاه مع عقارب الساعة، هطبق قاعدة أمبير العكسية، صوابعي تتحرك في الاتجاه ده اللي هو مع عقارب الساعة، فهتلاقي الإبهام بيشاور لداخل الصفحة، يبقى عزم ثنائي القطب اتجاهه للداخل. طب لو التيار عكس عقارب الساعة طبق برضو أمبير العكسية، صوابعي هتتحرك مع التيار وهتلاقي الإبهام بيشاور للخارج، لخارج الشاشة أو بالنسبة لك هيبقى لخارج الصفحة، فهنا عزم ثنائي القطب اتجاهه للخارج. يبقى أنا أخدت عزم ثنائي القطب بحسبه من إيان، أخدت عزم الازدواج وده القوانين اللي هستخدمها. هنبدأ نشوف الأسئلة مع بعض، يلا بينا. يلا بينا مع بعض على أول سؤال، ركز معايا. بيقول لك ملف مستطيل أبعاده 5 في 6، أكيد مش هعمل بيهم برواز، 5 في 6 حمادة هجيب بيهم المساحة. فهنا مين دول؟ دي المساحة، بس أعطيها لك إيه؟ طول في عرض بيتفزلك عليك، تمام؟ 5 في 6 ده المساحة، طبعا دي بالسنتيمتر ودي بالسنتيمتر، هحولهم للمتر فهضرب في 10 أس سالب 4. عدد لفاته 100 لفة، دي الإن. يمر به تيار كهربي شدته 3 أمبير، دي الآي. وضع في مجال مغناطيسي كثافته 4/10 تسلا، دي البي. احسب عزم الازدواج المؤثر على الملف في الحالات الآتية. 1. إذا كان مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال. تقول لي سهلة مستر، الملف عمودي على المجال، عزم ثنائي القطب أو عزم الازدواج بصفر. إذا كان مستوى الملف عمودي على اتجاه المجال سيتا بصفر، فعزم الازدواج بصفر. سهلة وما فيهاش أي حاجة. اللي بعده، إذا كان مستوى الملف موازي للمجال، الملف موازي للمجال، الملف موازي للمجال، الزاوية بين المجال والعمودي على الملف كام؟ 90، فسيتا ب90، يعني عزم الازدواج قيمة عظمى بيان. فهنرجع هنا، تعالى نحلها على جنب. يبقى عزم الازدواج هنا التاو هتساوي ايه؟ بي اي اي ان. البي عندك ب4/10، الاي ب3، المساحة 5 في 6 ب30، 30 في 10 أس سالب 4، في الان اللي هي عدد اللفات اللي هي 100 لفة. تمسك آلتك الجميلة ورايا، هيطلع لك عزم الازدواج ب36 نيوتن في متر. ده المطلوب الأول. المطلوب الثاني إذا كان مستوى الملف، يبقى أنا أكيد مش هاخد الزاوية دي، هتروحها من كام؟ من 90. إذا كان مستوى الملف يميل بزاوية 60 على خطوط الإيه؟ المجال، أنا باخد زاوية الملف ولا زاوية العمودي؟ لا العمودي، يبقى هطرح دي من كام؟ من 90، فالزاوية اللي هتكون معايا 30. يعني كده عزم الازدواج هو ايه؟ نص القيمة العظمى. فالتاو في الحالة الثالثة هتساوي ايه؟ بي اي اي ان اللي هي بيان ساين كام؟ 30. خليك ناصح، انت حاسب البيان جاهزة ب36 في الساين 30 هتطلع لك على الآلة ب18 من 100، وطبعا الوحدة نيوتن في متر.
صعب الكلام. اللي بعده، اذا دار الملف من الوضع العمودي زاويه 60. قلت لك من اسامي سيتا هي زاويه دوران الملف من الوضع العمودي، يبقى انا هاخد ال 60 زي ما هي، سيتا اهي ب 60، فبدل ما هي ساين 30 هتبقى ساين كام؟ 60، يعني هقول 36 من 100 ساين كام؟ 60. هتمسك آلتك هتطلع لك ب 3/10 نيوتن في متر. صعب الكلام؟ مفيهوش حاجة. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا بطارية قوتها الدافعة 14 فولت، دي الفي بي، مهملة المقاومات داخلية، وصلت مع ملف دائري عدد لفاته 50 لفة، ادي الان، ونصف قطرها نص قطر الملف الدائري 10 سنتيمتر الار. فإذا كانت مقاومة النوعية الرو اي 7 في 10 أس -7، ونصف قطر السلك، فرق بين نص قطر السلك ونص قطر الملف، في فرق بين الاتنين. نص قطر السلك ده هجيب بيه مساحة السلك وهستخدمه عشان احسب المقاومة. نص قطر الملف هنشوف هنعمل بيه ايه دلوقتي، هستخدمه لحساب الطول. احسب ايه؟ عزم الازدواج المؤثر الذي يؤثر على الملف عند وضعه في مجال مغناطيسي موازان يعني عزم الازدواج قيمة عظمى، وكثافة الفيض البي 5/10 تسلا. تقول لي سهلة مستر، انت عايز عزم ليه؟ على جنب كده، انت عايز عزم الازدواج. تقول لك تقول لي عزم الازدواج اللي هو بي اي اي ان. ليه هنا يا عم بيان بس؟ اصل قيمة عظمى عشان موازي. تقول لي البي معايا ب5/10، اقول لك تمام. تيجي تبص المساحة مش معاك والتيار مش معاك، فانا عايز اجيب التيار. تقول لي اي بتساوي في بي على ار. تيجي تجيب الار، برضو الار مش معاك. حلو، الار مش معاك وعايز تجيبها، ناقصك ايه؟ والله على جنب كده ار بتساوي رو اي في ال على ايه، وانت معكش طول السلك. اشمعنى طول السلك فعلا؟ طب اعمل ايه؟ تروح تجيبه. مستر اجيب الطول ازاي؟ يا ابني ما انا قايل لك من المره اللي فاتت، اللي قبل اللي فاتت، في الملف الدائري، طول السلك بيساوي عدد اللفات في محيط اللفه الواحده. هنا الملف دائري يعني 2 باي ار. عدد اللفات 50 لفه في 2، سيب الباي على جنب دلوقتي. الار 10 سم، يعني 10 في 10 أس -2 اللي هي 1/10، والباي على جنب. وانت بتعوض على الاله ما تحطش الباي، سيبها. هتحسب الحسبه دي تطلع لك 10، فتكتبها 10 ايه؟ 10 باي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للطول. تروح تعوض، ما تلاقيش مساحه السلك معاك. مساحه مقطع السلك، تقول لي سهله. الحمد لله. تروح تجيب مساحه مقطع السلك الايه؟ المساحه والله يا مستر بتساوي باي في ار تربيع. خلي بالك بس هنا ار مين؟ ار السلك، وهناك ار مين؟ الملف. فرق كويس. فهنا الباي هتنزلها على جنب. نص قطر السلك قال لك 1 مللي، يعني 1 في 10 أس -3 اللي هي 10 أس -3. الكل ايه؟ تربيع. دي المساحه، خدها زي ما هي. فانت هتروح تعوض الار بتساوي رو اي اللي هي 7 في 10 أس -7، ال ب10 باي على باي في 10 أس -3 تربيع، دي 10 أس -6 يعني. الباي طبعا هتروح مع الباي، لما تحسب حسبتك على الآلة والله ومش مستاهلة آلة تطلع لك ب7 اوم. دي مين؟ دي المقاومة. أنا ناقصني شدة التيار برضو، فخلاص سهلة. اي هتساوي في بي على ار، فالاي هتساوي الفي بي ب14، الار ب7، فالتيار يطلع بكام؟ 2 امبير. حلو. مستر ناقصني بس مساحة الملف. يا ابني ما تروح تجيبها تاني، ما هي مستر صح؟ لا،
دي مساحة مقطع السلك، خلي بالك دي مساحة مقطع السلك. أنا استخدمت نص قطر السلك، أنا هنا هستخدم مساحة مين؟ مساحة مقطع الملف، فهاخد نص قطر الملف، يبقى المساحة هتساوي باي برضو على جنب في ار تربيع، ار اللي هي نص قطر الملف اللي هي 10 سم، يعني 1/10، 1/10 كل ايه؟ تربيع. هاخدها واروح اعوض فوق فانا اصبحت المسألة تعويض مباشر. البي ب5/10، الاي ب2 امبير، في المساحة باي في 1/10 كل تربيع، في عدد اللفات 50 لفة. هتمسك آلتك هتطلع لك بباي، يا اما باي على الاتنين، يا اما هنا هتطلع لك 5/10 باي، ايهما اقرب يعني، اللي هي بتساوي في الاول وفي الاخر 1.75%. في بعضكم بيحل بالتقريب، فاللي هيحل بالتقريب هيطلع له رقم غير النص باي. دوس اس دي على الآلة هتلاقي نفس الرقم. انا هنا ليه طلع لي نص باي على طول؟ لان انا ما حلتش بالتقريب، ما عرفتش هو رقم، كنت بجيب النواتج سواء المساحات او الطول بدلاله الايه؟ الباي، فبخلص منها، فما يطلعليش ارقام تقريبيه. يعني هنا المساحه هتطلع لي برقم تقريبي، هنا الطول برقم تقريبي، هنا المساحه هنا برضو برقم تقريبي، فانا عشان اتلاشى ده ما اقربش اي رقم زي ما هو. صعب الكلام؟ السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ملف دائري عدد لفاته n، نص قطره 10 سم، إذا مر به في سؤال ناقص. أيوه هو ده، تمام. سؤال رقم 3، السؤال ده مهم ركز معايا فيه. بيقول لك هنا سلك طوله 60 سنتيمتر، يمر به تيار كهربي 5 أمبير، وضع عموديا على مجال مغناطيسي كثافته 4 تسلا، دي هنا بي وهنا جي اي. احسب القوة المؤثرة عليه. واحدة واحدة، خليها مطلوب. يبقى أنا أول مطلوب عندي احسب القوة. القوة المغناطيسية اللي هي اف بتساوي إيه؟ لو السلك عمودي بي اي ال، فالبي ب4، الاي ب5، ال 60 سم يعني 6/10 متر، على الآلة 12 من 100 نيوتن، مفيهاش حاجة فمش هتطرق ليها. المطلوب اللي بعده هو الايه؟ المهم. بيقول لك احسب بقى، او اذا شكل على هيئه ايه؟ مستطيل، طوله ضعف عرضه، طول الملف ضعف عرضه، وضع موازيا لمجال مغناطيسي ومر بيه نفس التيار. احسب العزم. تعال على جنب بقى. عزم الازدواج تاني تاو بيساوي بيان. قال لك هنا هو انا عندي هيئه ايه؟ مستطيل فالان ب1، مفيش مشكله. البي معايا والاي معايا. تاتي هنا المشكله في مين؟ في المساحه. طب المساحه مش معايا. طب مستر سهله، ده مساحه مستطيل، طول في العرض، ما انا الطول والعرض مش معايا. فاحتاج اجيب مين؟ الطول والعرض يا مستر. طب اجيبهم ازاي؟ بص يا سيدي، قال لك هنا هو طول السلك كله 60 سم، ولف على هيئه مستطيل طوله ضعف عرضه. يعني انا ممكن اقول ايه؟ ان الطول ب2L، وعلى جنب العرض ب L. اصحى بقى، لسه قايل لك من شويه ايه؟ ان طول السلك بيساوي عدد اللفات، وهنا هي لفه في محيط الشكل. الشكل هنا شكله ايه؟ شكل مستطيل. محيط المستطيل بيساوي ايه؟ محيط المستطيل بيساوي الطول زائد العرض في 2، فالطول ب2L زائد العرض L في 2. 2L زائد L 3L في 2 6L. ال6L دي اللي هي بتساوي مين؟ طول السلك اللي هو 60 سنتيمتر، فمن هنا ال الواحدة هتساوي 10 سنتيمتر، يعني العرض ب10 سنتيمتر والطول بكام؟
ب20 سنتيمتر. ارجع هنا، خلصت المسألة. البي معاك ب4، الاي ب5، الايه 10 سنتيمتر يعني 1/10، في العرض اللي هو 2/10، في عدد اللفات بكام؟ ب1. ليه ضارب طول في عرض؟ يا ابني مساحة مستطيل، والله الطول في العرض تانية ابتدائي ولا تالتة ابتدائي مفيهوش أي حاجة. فهنا هيطلع لك ساعتها إن كثافة الفيض اللي بتأثر عليه أو القوة عزم ثنائي القطب أو عزم الازدواج، معلش آسف، ب4/10 إيه؟ نيوتن في متر. صعب الكلام؟ المطلوب اللي جاي هو اللي مهم. بيقول لك كيف بقى ايه؟ وكيف تشكل السلك لنحصل على اكبر عزم ازدواج في نفس المجال ونفس التيار. بص يا سيدي، قاعده مهمه جدا لتشكيل الملف بحيث يعطي اكبر عزم ازدواج. هنشكل الملف على شكل ملف دائري، ومن كام لفه؟ لفه واحده. كاتب لك للحصول على اكبر عزم ازدواج نجعل الملف على شكل دائري ايه؟ مكونه من لفه ايه؟ من لفه واحده. حلو. فانا هنا برضو هكون عايز مين؟ هكون عايز عزم الازدواج التاو اللي هو بيساوي بعين. البي معايا، الاي معايا، والان هنا برضو بلفه. تاتي المشكله فين؟ المشكله برضو في المساحه. تقول لي يا مستر والله دي مساحه دايره. اقول لك الله ينور، باي ار تربيع. تمام، كلام محترم. طب هل انا معايا مساحه الدايره دي او معايا نص قطرها؟ لا. طب انا عايز مين؟ نص القطر. تاني انا المساحه ايه؟ هتساوي باي ار تربيع. انا معيش الار. طب انا عايز اجيب الار. المره الثانيه طول السلك هيساوي المحيط. المحيط اللي هو مين؟ 2 باي ار. حلو. فمن هنا ار هتساوي ايه؟ ار هتساوي 60 على 2 باي. جميل. هتطلع لك الار بكام؟ هتطلع لك الار ب9.55 سنتيمتر. خلاص انا جبت الار اللي ناقصاني. هروح اعوض فوق. قلنا التاو بتساوي باين، البي ب4، الاي 5، المساحه هفكها لايه؟ لباي في الار اللي هي ب9.55 سنتيمتر، فهحولها للمتر يعني هضرب في 10 أس سالب 2. طبعا عدد اللفات ب1 فمالوش لازمه. هيطلع لك الناتج زي ما انت شايف هنا ب 573,000 نيوتن لكل متر. السؤال اللي بعده هنا بيقول لك ملف دائري عدد لفاته ان، نصف قطره 10 سنتيمتر. اذا مر به تيار شدته اي تولد عنه مركز ايه؟ تولد عنه مركزه في المغناطيسي كثافته 2 من ايه؟ من 10,000 تسلا. احسب قيمه عزم ثنائي القطب. مبدئيا محدش يجي يقول لي مستر هنا عزم ثنائي القطب ما بيتاثرش بالمجال المغناطيسي. يا ابني انا عارف والله، ده مش المجال المغناطيسي اللي بيأثر عليه، ده المجال المغناطيسي او دي كثافه المجال المغناطيسي الناشئه من الملف نفسه. دي البي بتاعت الملف نفسه. مستر احنا عايزين عزم ثنائي القطب. طيب ماشي معاك واحده واحده. احنا عايزين الايه؟ الام دي. الام دي اللي هي بتساوي ايه؟ ام دي عزم ثنائي القطب بيساوي اي ايه في ان، او ممكن اكتبه كده اي في ان في ايه. محدش ليه عندي حاجه. جميل. والله نص القطر معايا اعرف اجيب بيه ايه؟ المساحه. مشكله تكمن في مين؟ في الاثنين اللي انا حطيتهم جنب بعض دول، الاي والان. مش معايا. طب هو اعطيكي كثافه الفيض، اعطاها لك ليه؟ عشان سواد عيونها؟ اكيد لا. امال ايه؟ يا ابني انا مش هعطيك كثافه فيض ملف دائري. بي بتساوي ايه؟ ميو اي في ان على 2 ار. يا مستر صح. فمن هنا اي في ان هتساوي ايه؟ بي في 2 ار على ميو.
تمسك قلمك وتروح تعوض. البي ب2 من 10,000 في 2 ار يعني 2 في 1 من 10 على 4 باي في 10 أس سالب 7. ما تحطش الباي على الآلة، عوض من غيرها. هتمسك آلتك هيطلع لك اللي هنا الاي في الان ب 100 على باي. تاخد ال 100 على باي دي اللي هي مين؟ اي في ان. ناقصك مين؟ ناقصك المساحة. لما تروح تحسب المساحة اللي هي ايه؟ المساحة اللي هي باي ار تربيع. الباي تنزل زي ما هي، الار ب1 من 10 تربيع اللي هي باي على 100 يعني. انا خلصت المسألة. الاي في الايه؟ الاي في الان ب 100 باي او ال 100 على 100 على باي. الان باي على 100، باي تروح مع الباي، 100 تروح مع ال 100، يبقى لك ايه؟ 1. وده القانون او ده الناتج. في بعض بقى الايه؟ الاخوه المحنكين في قانون هنا ممكن ايه بيستنتجوه، بس تعال اعرفه لك من باب العلم ايه بالشيء. يقول لك ايه دلوقتي؟ انت عايز عزم ايه؟ ثنائي القطب ام دي. مش انت طلعت الاي في الان ببي في 2 ار على ميو؟ الكلام ده اضربه في مين؟ في ايه اللي هي المساحه. طب تعال نفك المساحه. هفكها ليه؟ لباي في ار تربيع. ار تربيع في ار بار اس 3، يبقى هنا هتساوي بي في 2 في ار تكعيب على مين؟ على ميو. تمام؟ بس القوانين دي هي مش غلط، هي مش غلط بجد، بس المشكله في حاجه واحده. ايه هي؟ القوانين دي في الغالب بتتنسى، هي بتبقى استنتاج، فالقانون ده مش هتلاقيه في كتاب المفاهيم معاك، فلا قدر الله لو نسيته مش موجود. طب والحل؟ الحل ان انت تحفظ او تعرف تمشي بالخطوات العاديه. القانون ده اسرع، مش هكذب، القانون ده اسرع وهيحل المساله بخطوه، بس لو انت حافظه وهو في ذهنك. ما انت لما تفضل تحفظ اختصارات على طول المنهج هيصبح ايه؟ هيصبح الموضوع صعب، هتنسى كل القوانين دي. طب في الاسهل والاحسن لا، ان انت تشتغل بخطوات زي ما انا عملت، القوانين الاساسيه اللي معاك في المنهج على طول السنه، لان هي نسيانها بيبقى صعب، ولو قدر نسيتها قانون معاك في كتاب المفاهيم. السؤال ده هنطلع منه سؤالين. بيقول لك هنا في الشكل المقابل يمثل ملف مستطيل بي كيو ار، عدد لفاته ان يمر به تيار كهربي اي، موضوع في مجال مغناطيسي بي، بحيث يكون مستوى الملف موازيا لخطوط الفيض. اي الاشكال البيانيه التاليه يمثل التغير في مقدار عزم ثنائي القطب للملف عند دوران الملف 90 درجه. فهنا الملف موازي، تمام؟ فانا مغمض هختار الاجابه د. ايه ده مستر ده هيدور. ايوه ما هيدور، ايه المشكله يا ابني؟ انا بسالك عن عزم ثنائي القطب. عزم ثنائي القطب ما بيتاثرش بزاويه دوران الملف، ما بيتاثرش باي زاويه، قيمه ثابته. عزم ثنائي القطب ثابت مش هيتغير. مين اللي ممكن يتغير؟ عزم الازدواج. عزم الازدواج هنا لو في الحاله دي هيقل. عزم الازدواج في الوضع الموازي قيمه عظمى، لما يدور من الموازي للعمودي هيبقى بصفر. فلو كان بيسالني هنا عن التاو عزم الازدواج كنت ساعتها اختار مين؟ ب، لانه هو هيدور من الموازي للعمودي. لكن هنا بيسالني عن مين؟ عزم ثنائي القطب ما بيتاثرش بزاويه. طب حلو، لو كان بدل ما يسالك عن عزم ثنائي القطب وعزم الازدواج يسالك عن القوه المؤثره على الضلع كيو ار مثلا، يا ترى كنا هنختار انه شكل؟ كنا هنختار برضو د. كلمتك من شويه قلت لك ان القوتين اللي بيأثروا على الضلعين دول اللي في الطرفين دول مالهم؟ ثابتين، ما بيتغيروش، ما بيتأثروش بالزاويه، دايما قيمه عظمى وفي نفس الايه؟ الاتجاه، زي ما رسمنا في اول الايه؟ في اول الحصه كانوا القوتين في نفس الاتجاه دايما، ما اتجاههم ما بيتغيرش، فبالتالي ولا هيتغير كمقدار ولا هيتغيروا كايه؟
كاتجاه. فلو سألك عن القوة اللي بتأثر على الضلع كيو ار أو الضلع او بي كانت القوة هتفضل ثابتة. طب لو سألك عن الضلع او بي بقى أو او كيو ده، بص الضلع ده وخطوط الفيض متوازيين، فساعتها القوة اللي بتأثر عليه في الوضع ده مالها؟ صفر. طب لما يبدأ يدور، هيبدأ يدور فالسلك هيبقى عمودي على المجال، فهيتأثر بقوة أو القوة هتزيد توصل لقيمة عظمى، فساعتها القوة كانت هتزيد، كنت تختار دي. وده كان آخر سؤال معانا، ويا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. سلام.